بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهم جدا. ليه الأحماض الأمينية مهمة في تغذية الأبقار، وإزاي التخزين الغلط للأعلاف بيضيع القيمة بتاعتها كأنك بتأكل الحيوان رماد. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل أبطال الإنتاج الحيواني والأسود الاستصلاح الزراعي اللي بيعمروا في كل شبر في بلدنا الحبيبة مصر، وبيخدروها وبينتجوا ويعافروا عشان يحققوا اكتفاء اقتصادي بجد. أنا بحبكم وفخور بكل شاب بيكافح وبينحت في الصخر ومش قاعد ورامي مشاكله على الحكومة، وجد لنفسه باب رزق وبيشغل ناس كمان وفاتح بيوت. ناس أحب أحييكم وبدعي لكم ربنا يوفقكم جميعا يا رب. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة دكتور مجدي عبد الستار، استشاري الطب البيطري والإنتاج الحيواني. زي ما احنا متعودين طبعا في كل حلقة بنتكلم عن كل ما يخص عالم الإنتاج الحيواني، أمراض الحيوانات وأسبابها وأعراضها وطرق انتقالها والعلاج والوقاية، وبنتكلم كمان عن الإنتاج الحيواني ومشاريع الإنتاج الحيواني ومتابعة يومية طبعا لمشاريع الإنتاج الحيواني وقصص نجاح أبطال الصحراء وأبطال الإنتاج الحيواني. وقريب إن شاء الله هيشارك معنا متابعة لدورة الأغنام في دولة السعودية الشقيقة مع مزرعة. متابع كده نتشرف بمتابعته وقامة وخبرة كبيرة، وهننشر بإذن الله المتابعة للدورة دي معاه من الألف لياء ومع دراسات الجدوى كمان قريب بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده بيفرق في إنتاج اللبن ومعدل النمو والخصوبة والمناعة وصحة القطيع. موضوع بيكلف المربي ملايين طبعا لو اتجاهله، وهو الأحماض الأمينية في تغذية الأبقار. يلا بينا. يعني ايه أحماض أمينية؟ طبعا الأحماض الأمينية ببساطة هي اللبنات اللي بتبني البروتين في جسم الحيوان. هي الوحدة الصغرى لبناء البروتين أو وحدة بناء البروتين في جسم الحيوان. يعني العضلات بروتين، اللبن بروتين، المناعة بروتين، الهرمونات بروتين. يبقى الأحماض الأمينية هي الأساس. الجسم بيدخل له بروتين من العلف بيتحول لأحماض أمينية يدخل في بناء أنسجة الحيوان. يعني أنسجة الحيوان أساسا عن طريق البروتين اللي موجود في العلف. طبعا اللي بيقول لك أنا بدي بروتين كتير للحيوان يبقى خلاص كده تمام، ده مش صح طبعا، لأن المهم مش كمية البروتين لكن نوع وتركيب الأحماض الأمينية اللي فيه. أنواع البروتين فيه منها الار دي بي والار يو بي، ده بروتين متحلل في الار دي بي، ده الكرش، يعني عبارة عن بروتينات متحللة في الكرش. الميكروبيوتا في الكرش بتكسر البروتين ده لأحماض أمينية وأمونيا، ودي بتبني بروتين ميكروبي، وده مهم جدا طبعا لأنه بيكمل نص احتياجات الحيوان من الأحماض الأمينية. في بروتين الار يو بي ديت غير متحلل، يبقى البروتين الار دي بي ده عبارة عن بروتين متحلل في الكرش، رومن ديريتك بروتين، ده بروتين متحلل في الكرش بيتكسر الأحماض أمينية وأمونيا، ودي بتبني بروتين ميكروبي، وده مهم جدا طبعا لأنه بيكمل نص احتياجات الحيوان من الأحماض الأمينية. البروتين الار يو بي ديت البروتين غير متحلل في الكرش، باي باس بينزل على الأمعاء زي ما هو، وده بيدي للحيوان أحماض أمينية مباشرة. المهم يكون في توازن طبعا بين الاثنين، لان زيادة الار يو بي اللي هو البروتين الغير متحلل في الكرش مش دايما مفيدة، ولو قل الار دي بي المتحلل في الكرش بيقل البروتين الميكروبي، وده من احسن وارخص البروتينات اللي الحيوان بيستفيد منها. يعني ايه احماض امينية اساسية وغير اساسية؟ عندنا نوعين طبعا من الاحماض الامينية. في احماض امينية اساسية الحيوان ما يقدرش يصنعها، لازم تجيله من العلف، واهمها اللايسين، الميثيونين، السيريونين، الفالين، التريبتوفان، وشوية مهمين زي الهيستidine والارجينين. اكتر اتنين مفيدين في الابقار اللي هو اللايسين والميثيونين او الميثيونين. دي احماض امينية مهمة جدا. في احماض امينية غير اساسية اللي الحيوان يقدر يصنعها. فايدة الاحماض الامينية في الابقار، ايه الفايدة بتاع الاحماض الامينية في الابقار؟ عمالا نشرح ونقول احماض امينية واحماض ميكروبية وبروتين ميكروبي. خد بالك في حاجة مهمة جدا، دايما الدكاترة مش الاضافات او الشكاير البريمكس الرخيصة اللي بتضاف على الطين العلف دي بتكون فيها احماض امينية.
للأسف، لأن سعرها مش رخيص، لكن هي ضرورية جدا 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 وبقت مهمة يا رجالة. الإنتاج الحيواني بيخسر عشان احنا بنشتغل بفكر قديم، مش أسلوب علمي ولا بناخد بالأسباب. زي جسم الإنسان طبعا بيكون له دخل في أي دور برد بيكون متهالك، بيحتاج يرد العافية بتاعته. بنقوم نعمل له طبق شوربة متين كده، بياخد فيتامينات، بياخد حاجات تساعده عشان يعيد توازنه. كذلك الحيوان، الأحماض الأملاح دي أساسية، ومعاها أحماض أمينية عشان هي بتختصر عليك كتير جدا جدا جدا، وهي موجودة بصورة طبيعية في الأكل وبصورة إضافات بتحط على العلاف. وعشان كده برضو ما ينفعش نعتمد على البرسيم فقط، لازم نغير فكرنا ونطور عشان الإنتاج يبقى مجدي في ظل ارتفاع الأسعار الرهيب في كل مدخلات الإنتاج. ليه أصلا طب احنا بنهتم بالأحماض الأمينية؟ اولا زياده انتاج اللبن، دراسات كتير اثبتت ان اضافه الميوسينين واللايسين بتزود انتاج اللبن وتحسن جوده البروتين، عشان قبل كده قلنا مفيش حقن بترفع اللبن، اللي بيرفع اللبن جوده الاكل. تاني حاجه بنرفع المناعه، رفع المناعه. يبقى تاني حاجه رفع المناعه، ده مهم جدا. انك ترفع مناعه الحيوان عشان خاطر يبقى عنده مناعه تصد اي مرض يدخل للمزرعة. طب لأن جهاز المناعة طبعا كله بيعتمد على البروتين، فالبروتين بيرفع المناعة، وجود أحماض أمينية كفاية بيدي مناعة قوية. تالت حاجة بيحسن الخصوبة، دي الأحماض الأمينية طبعا دي وظائفها إن هي بتحسن الخصوبة، بتحسن الهرمونات وتنشط المبايض. رابع حاجة بزيادة النمو، العجول تكوينها عضلات، يعني بروتين يعني أحماض أمينية. خامس حاجة بتقلل الفاقد، لما تكون التركيبة مظبوطة الحيوان بيستفيد، وبالتالي بتنخفض الإخراجات النيتروجينية، وده يقلل التلوث ويحافظ على بيئة أفضل. ايه المصادر طب الأحماض الأمينية في العلف؟ عايز أعرف المصدر. طب ايه هي المصادر الطبيعية للأحماض الأمينية؟ انت قلت موجودة في خامات الأعلاف، وموجودة كيس عبارة عن كيس إضافات في فول الصويا، في كزب دوار الشمس، في كزب بذرة القطن، في الذرة، في السلاج حسب الجودة بتاعته. وفي إضافات جاهزة خصوصا ميثيونين ولايسين محميين عشان يوصلوا للأمعاء من غير ما يتحللوا في الكرش. ليه لازم اختار اعلاف غنية بالأحماض الأمينية؟ قلنا عشان خاطر الوظائف بتاعتها، يعني مش كل بروتين زي التاني. ممكن تبقى فيه نسبة بروتين في العلف عالية لكن فقير في الأحماض الأساسية، اللي احنا قلنا بروتين غير مهضوم، فقير في الأحماض الأساسية، فالنتيجة تبقى ضعيفة. وده اللي بيشتكي ليه بعض المربين، يقول لي عندي بقرة ما جاتش على العلف ده، أو أثناء زيارة المزارع المربين بخش العنبر كله مش واحد، في عجول عندها مخزون من الأحماض الأمينية وهو بيضرب العلف على إيده. وطبعا ناس بتستخدم الإضافات وبنلاقي عجول ماشية كويس وعجول ضعيفة جدا وتحويلها ضعيف، ودي خسائر اللي بنتكلم عليها. زي واحد بيأكل كتير لكن أكله ملوش قيمة. مشكلة خطيرة، التخزين السيء بيضيع الأحماض الأمينية. لو سلاجك أو العلف بتاعك اتخزن غلط في حرارة عالية ورطوبة وفي عفن وتهوية سيئة، ده بيخلي البروتين يتحلل وتخسر الأحماض الأمينية، فتلاقي العلف بقى زي الرماد بالظبط ملوش أي قيمة. النتيجة بتلاقي إن عندك القطيع بتاعك ضعيف، الإنتاج بتاعه بيقل، معدل الخصوبة والعشار طبعا عندك بيبقى ضعيف، ومعدل تحويل العلف طبعا بيبقى سيء جدا. العلامات اللي تقول لك ان في نقص احماض امينيه ايه؟ انتاج اللبن بيقل، نسبه البروتين في اللبن نفسه بتقل، المناعه الحيوان ضعيف، اي شويه مرض بيهزوه، نمو الحيوانات العجول الصغيره بتبقى بطيء، الخصوبه عندك بتبقى ضعيفه، وفي فاقد للوزن. لو لقيت اتنين من دول يبقى لازم تراجع التغذيه، ضروري تراجع التغذيه عندك. نصائح عملية للمربي وخاصة المربي الأبقار الحلاب، الكلام ده في غاية الأهمية. اختار مصدر بروتين عالي الجودة، ركز على الميثيونين واللايسين، راقب نسبة البروتين في اللبن، احفظ العلف كويس من الجفاف من التهوية عدم تعرض للحرارة، راجع الفورميشن أو التركيبة بتاع العلية بتاعتك على يد خبير تغذية. الأحماض الأمينية دي مش رفاهية، دي أساس التغذية مع الأملاح والبريمكسات. لو ظبطتها هتكسب في الإنتاج، هترفع عندك المناعة، هترفع الخصوبة، هتزود معدل النمو، معدل التحويل. سؤال الحلقة النهاردة، إيه أفضل ميعاد للتلقيح للبقرة أو تلقيح الجاموسة بعد الولادة؟ بعد كام يوم؟ وإمتى أجلج وأطلب الدكتور لو الشائع اتأخر؟ طبعا انت مربي شاطر ومتابع القناة وعارف الإجابة وهتشارك في الأسئلة كل حلقة. يلا مستني الرد على السؤال ديت، وبفكركم هدفنا نكون أكبر قناة متخصصة
في الإنتاج الحيواني، وتكون مرجع لكل مربي ومنتج ومزارع، ودعم لكل شاب ومجتهد بيعمر في الصحراء، ومرجع لكل أطباء البيطريين في مصر والشرق الأوسط. دعمكم مهم لينا طبعا، ادعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير وتعليق جميل كده ودعوة حلوة من القلب. كان معاكم دكتور مجدي عبد الستار، استشاري الطب البيطري والإنتاج الحيواني. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.